ما ينفعش لعيبه يعني انا اسف، يعني لعبه ماتشين ثلاثه تطلع تهاجم محمد صلاح منتخب الجزائر. الناس كلها خافت، الناس زي ما بيتقال كده حط ايدهم على قلبهم، قال لك احنا ممكن نخسر اتنين وتلاته. الاغرب بقى ان في لعيبه يعني ما صدقت ان محمد صلاح الناس هاجمته، نزلوا بقى كلام عليه وتخبيط فيه. ايه يا جماعه؟ زيزو اول ما خرج ونزول عمر كمال عبد واحد ابتدى شكل منتخب مصر يظهر بشكل كويس. حقيقي امبارح كان نجم المباراه محمد الشناوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف دايما بمتابعتكم واتشرف بتعليقاتكم، وان شاء الله دايما نكون على قدر الثقه. عوده الفراعنه. حقيقي منتخب مصر امبارح عمل مباراه كبيره، وبهنيهم على الاداء وبهنيهم على الروح وبهني مستر فيتوريا والجهاز الفني. وحقيقي كان يعني بصراحة أداء روعة. كلنا كنا مبسوطين بالمباراة وده اللي احنا دايما متعودين عليه من منتخب مصر، الروح. يعني ممكن تكون في فترات كتيرة جدا كانت غياب الروح دي كانت بتأثر على الأداء وبتأثر حتى على الحتة الجماهيرية أو التشجيع الجماهيري، وده اللي احنا دايما كنا بنتكلم عليه. منتخب مصر دايما العين عليه، سواء من الجماهير المصرية أو الجماهير العربية أو حتى في القارة الأفريقية. ليه بقى؟ لان الحمد لله دايما على مدار تاريخ منتخب مصر احنا حاصلين على بطولة الامم الافريقية 7 مرات، واحنا الاول افريقيا في عدد البطولات. عشان كده دايما هتلاقي الجماهير المصرية مع اللعيبة مع الجهاز الفني بيطالب دايما بطولة، خصوصا كمان ان احنا بقالنا فترة كبيرة جدا غياب عن بطولة افريقيا او بطولة الامم الافريقية من 2010. انا بتمنى والله ان الجيل ده يعني باذن الله ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه، لان حقيقي مهما حققت نجاحات مع ناديك ومهما حققت نجاحات في الملعب ومهما ادائك في الملعب، سيظل اسم منتخب مصر مرتبط بشخصيتك، مرتبط بتاريخك، والناس دايما بتتذكر دي. يعني نجاحك، تكمله النجاح بتاعك بعد نجاحك مع ناديك هو المنتخب. بتمنى طبعا التوفيق للعيبه، وحقيقي كانوا لعيبه رجاله، وده اللي احنا كنا دايما بنتكلم عليه. انزل موت نفسك قاتل، هتلاقي كل الجمهور بيشجعك. احنا شفنا امبارح منظر جميل بصراحة يعني حقيقي حاجة روعة. جمهور مصري قاعد مع الجمهور الجزائري، مفيش، كل واحد بيشجع منتخبه، كل واحد بيشجع اللعيب بتاعه المفضل ليه. كانت روح جميلة، وهي دي اللي احنا دايما بنتكلم فيها، ان طول عمرنا في منافسات ما بيننا وبين منتخبات شمال افريقيا، الجزائر وتونس والمغرب. بس الاداء امبارح كان ممتع، كانت مباراه تليق باسمين كبار، باسم منتخب مصر واسم منتخب الجزائر. وحقيقي عجبني امبارح الروح اللي كانت موجوده في الاستاد، ونتمنى ان ترجع الجماهير تاني للاجواء، ترجع تاني للدوري المصري، وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه. عايزين الجمهور يرجع. الجمهور لما بيبقى موجود بيعمل شكل للمباراه. امبارح الواحد بيتفرج على المباراه، يعني حتى واحنا بنشوف شكل الجمهور احنا مش عارفين مين اهلاوي مين زملكاوي، كله بيشجع منتخب مصر. والاداء امبارح من اللعيبه كان فيه تركيز، تمركز هايل، اللعيبه نازله مركزه، اللعيبه بصراحه. حتى امبارح الواحد وهو بيتفرج على المباراه ما تقدرش تقول على لعيب وحش، عشان في روح، في تركيز، في لغه حوار ما بين اللعيبه وبين بعض، بيحمسوا بعض وبيشجعوا بعض جوه الملعب، وده اللي كان مفتقده منتخب مصر في الفتره الاخيره. حقيقي امبارح كان نجم المباراه محمد الشناوي. يمكن الشناوي يعني ما شاء الله في اخر 5 سنين او اخر 7 سنين متالق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. وحقيقي حارس مرمى مميز بيشيلك في اوقات صعبه. يمكن اخر حارس كنا بنتفرج عليه او كنا بنتابعه كان عصام الحضري. هي جيل بيسلم جيل. بتمنى طبعا التوفيق للشناوي لانه من الحراس الكبار، وامبارح تركيزه داخل الملعب هو اللي خلى شكل الفريق يظهر بالشكل، خصوصا كمان ان انت في اول نص ساعه انت طرد طبعا محمد هاني، فالطبيعي ان الناس كلها، انت بتلاعب برضو خصم قوي منتخب الجزائر، الناس كلها خافت، الناس زي ما بيتقال كده حط ايدهم على قلبهم، قال لك احنا ممكن نخسر 2 وثلاثة. بس حقيقي اللعيبه امبارح بالتركيز، بتركيز الجهاز الفني، بالتغييره اللي حصلت طبعا بعد خروج زيزو، لان زيزو ناس كتيرة جدا اتكلمت ان زيزو ليه خرج. بالعكس، زيزو اول ما خرج ونزول عمر كمال عبد واحد ابتدى شكل منتخب مصر يظهر بشكل كويس، ابتدت اللعيبه تركز كويس.
ابتدى التمركز حتى في نص الملعب مع النني دايما الناس بتتكلم عليه. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، والله انا عارف ان احنا الجماهير المصريه بمختلف انتماءاتها بتحب اللعيب الحريف، بتحب المهاره. النني من اللعيبه اللي بيتمركز في نص الملعب صح، بيدي حريه. يعني امبارح حمدي فتحي عنده فترات كتيره جدا كنا بنشوفه في الحته الهجوميه مع محمد صلاح ومع مصطفى محمد، لا كان ظاهر بيديك ارتاحيه في نص الملعب، بيدي ثقه لزمايله جوه الملعب. يعني انا عارف ان ممكن ناس تختلف، بس هو لعيب هايل. اي مدرب عنده النني هيلعبه حقيقي بصراحه. حمدي فتحي ظهر بشكل كويس. محمد حمدي بصراحه انا واحد من الناس ما كنتش متوقع ان هو هيظهر بالشكل ده. بتمنى له التوفيق لان ليه مستقبل كبير جدا. يعني كل الناس كانت بتتكلم ان فتوح هو اللي هيبقى اساسي، او يعني الناس حاطه حته فتوح ان هو الاساسي خلاص، المكان ده بقى المكان بتاعه ليه. لا بالعكس، الروح اللي موجوده بين اللعيبه مع بعض والاسماء اللي موجوده، لا مفيش حد مش تعرف مين اساسي ولا مين احتياطي. ودي الروح المنافسه اللي حلوه جدا مع منتخب مصر، وهتفرق بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. يعني في لعيب عايز اتكلم عليه بصراحه، وهو تريزيجيه في فترات كتيره جدا ما شاء الله، يمكن من اللعيبه المجتهده، من اللعيبه اللي ادائهم رائع جوه الملعب. ويمكن كان في حاجات بتنقصه في فترات كتيره جدا يعني حوالي 3 سنين او 4 سنين، موضوع التهديف او موضوع الشغل على المرمى. لا تريزيجيه اختلف تماما، ابتدى يشتغل على نفسه، اشتغل طور من نفسه. دلوقتي تريزيجيه ما شاء الله تسديدات على اعلى مستوى، لعب بالهيد على اعلى مستوى، تحركات، مهاره، رؤيته للملعب، رؤيته لزمايله، امتى يقف بالكوره، امتى يروح واحد ضد واحد. حقيقي تريزيجيه من اللعيبه المميزه واضافه لمنتخب مصر حقيقي، لان هو في لغه تفاهم ما بينه وبين صلاح. يمكن ناس كتيره جدا كانت منتظره امبارح صلاح ان هو يعني كانت العين عليه اكتر، خصوصا كمان في الفتره الاخيره كان في كلام كتير جدا عن محمد صلاح. انا وارد على فكره ان الجمهور يزعل والناس تختلف، بس خلينا نتكلم يا جماعه ان محمد صلاح حقيقي حاجه مشرفه لمصر، وفعلا زي ما بيتقال عليه فخر العرب. انت ممكن تختلف معاه وممكن تزعل منه، لان هي دي دايما النجوميه، على قد محبه الناس ليك وعلى قد عشقهم ليك وعلى قد مساندتهم ليك وارد ان الناس تزعل. بس خلينا نتكلم ان حريه شخصيه، الله اعلم هو في ايه ظروف، ايه المواقف يعني اللي هتحصل بعد مثلا الكلام في حوار مثلا اللي الناس بتتكلم عليه دايما. فخلينا نقدر شويه. اللي مزعلني اكتر ان في بعض اللعيبه، انا اسف يعني المفروض ما يتقالش لعيبه، دايما الواحد الحمد لله بيحب يحترم زمايل الملاعب، حتى الجيل اللي قبلينا والجيل اللي بعدينا لازم نحترمهم، لازم نحترم وجهه النظر، لازم يبقى في عندنا. ما انت ما تعرفش ظروف ابراهيم ايه، ما تعرفش، ما ينفعش لعيبه يعني انا اسف يعني لعبه ماتشين 3 تطلع تهاجم محمد صلاح يعني بصراحه يعني ماشي، الجمهور ليه حق انه يغضب والجمهور ليه حق ان هو يزعل، بس انا كلاعب انا يعني كل بحترم وجهة نظر اللعيبه التانية، سواء القدامى او اللعيبه الحاليين. كل واحد ليه شخصيته، وكل واحد ليه هو عارف بيعمل ايه، وكل واحد مسؤول عن تصريحاته، وكل واحد مسؤول عن شخصيته. الاغرب بقى ان في لعيبه يعني ما صدقت ان محمد صلاح الناس هاجمته، نزلوا بقى كلام عليه وتخبيط فيه. ايه يا جماعه، احترموا، حتى يعني احترموا تاريخه، واحترموا ان انت مهما عملت ومهما حتى مهما احنا كنا عملنا عمرنا ما كنا هنوصل لمحمد صلاح. فيا جماعه محمد صلاح نجم كبير، شرفنا كتير، رفع علم مصر، فخر مصر وفخر العرب. على فكره ممكن ناس تختلف، بس سيظل محمد صلاح هو الافضل عربيا وافضل لاعب في تاريخ مصر، يعني قبل وبعد. هروح على لعيب تاني او 2 لعيبه بصراحه كان مميزين جدا في ادائهم امبارح، وكالعاده محمد عبد المنعم وعلي جبر. يمكن الناس فوجئت امبارح بعلي جبر بالمستوى بتاعه ده، نتيجه ان على فكره ان محمد عبد المنعم في الفتره الاخيره وصل لمرحله، ولسه على فكره محمد عبد المنعم من اللعيبه الكويسه، من اللعيبه اللي بتركز جوه الملعب. الناس ممكن تختلف معاه في عصبيته، ده وارد، لان كل لعيب في الملعب بيبقى عليه ضغوط، بيبقى بيتمنى ان هو يحقق افضل حاجه. اللي خلى
الشكل الدفاع يظهر امبارح. هو حقيقي بجد الانسجام ما بين محمد عبد المنعم وعلي جبر. علي جبر امبارح عمل مباراة كبيرة، وحقيقي اتمنى ان هم يبقى فيه دايما لغة الحوار ما بينهم وبعض ولغة الانسجام. يعني دايما الحمد لله الواحد لما لعب مع زمايله كان في تفاهم، كان في انسجام، كان في يعني لعبت مع كابتن وائل جمعة، لعبت مع كابتن هاني رمزي، لعبت مع كابتن عبد الظاهر سقا، اسماء كتيره جدا لعبت معاهم، كان في لغه حوار ما بيننا وبين بعض وتفاهم. عشان كده الحمد لله الواحد دايما كان بيظهر بشكل كويس. فحقيقي بهني يعني محمد عبد المنعم وعلي جبر على ادائهم امبارح، كانوا مميزين. واتمنى حاله التركيز اللي احنا شفناها امبارح من اداء منتخب مصر يستمر، ومش هيستمر غير دايما لغه الحوار اللي ما بين اللعيبه جوه الملعب، وحاجه خارج الملعب اللي هو ازاي تقدر تلم الفرقه. طبعا ده دور كبير جدا للجهاز الفني وكابتن منتخب مصر محمد صلاح، يقدر ازاي يجمع الفرقه الفتره اللي جايه، يبقى في حاله انسجام، في روح ما بينهم وبين بعض. لان احنا عندنا الفتره اللي جايه مرحله صعبه، انت عندك داخل تصفيات كاس عالم وعندك كاس الامم الافريقيه. اتمنى ان الجيل ده باذن الله يكون حليف الحظ الفتره اللي جايه الحصول على بطوله. لان خدوا بالكم يعني في بعض اللعيبه ممكن تلاقيهم البطوله اللي جايه ما تلاقيهمش موجودين، فهتبقى انت ضيعت فرصه في تاريخك تضاف لتاريخك. واللعيبه دي ومنتخب مصر حقيقي اللعيبه دي بالامكانيات اللي موجوده بالجهاز الفني اللي موجود ينقصهم بس ان شاء الله الحصول على البطوله. بتمنى لهم التوفيق وربنا يوفقهم، واتمنى ان جماهير الكره المصريه تساند منتخب مصر الفتره اللي جايه. ننسى بقى اهلي وزمالك زي ما كنا متعودين دايما، وهقولها تاني ودايما بحب اتكلم فيها. في 2006 و2008 و2010 انت ما كنتش تعرف مين اهلاوي ومين زملكاوي. اللعيبه والجهاز الفني هم اللي قادرين ان يرجعوا الروح دي تاني، وترجع تاني باذن الله منتخب مصر يحصد البطولات. اتمنى ان جيل الفتره اللي جايه، هم 3 شهور على فكره او 4 شهور، ركز فيهم باذن الله ربنا يوفقكم. طول ما انت بتركز وبتقاتل وبتموت نفسك طلع اقصى ما عندك جوه الملعب، هتلاقي الجمهور بيسقف لك زي امبارح. انت بتلعب ناقص بعد طرد محمد هاني، بس في روح، في قتال، كله بيموت نفسه جوه الملعب. بعد المباراه سواء الناس اللي كانت موجوده، سواء الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد او الناس اللي كانت بتتابع من مصر، كله كان امبارح كان مبسوط وكله كان بيسقف لمنتخب مصر. بتمنى لكم التوفيق. وهنا خلصت حلقتنا من برنامج ذا ديفندر من اي ميديا سبورتس. بتشرف دايما بمتابعتكم، انتظروني في حلقه قريبه ان شاء الله. تحياتي ليكم، ابراهيم سعد.